يا أهلاً وسهلاً بيكم في فيديو جديد. موضوعنا النهاردة ممكن يكون هو الفرق بين إنك تفضل مكانك أو توصل لأبعد نقطة بتحلم بيها. هنتكلم عن تنمية قوة الإرادة، إزاي تقوي عزيمتك وتلتزم بأهدافك. كتير مننا بيبدأ بحماس شديد لهدف معين، لكن بعد فترة الحماس بيقل والقوة اللي كنا حاسين بيها بتختفي، وبنلاقي نفسنا بنستسلم لأي إجراء أو بنرجع للعادات القديمة. السبب مش إنك شخص ضعيف، السبب إن قوة الإرادة زي العضلة بالظبط، محتاجة تدريب وتقوية. لما بتتدرب عليها بتلاقي نفسك قادر على الالتزام، التركيز، وتجاوز أي عقبة بتقابلك. هي اللي بتديك القدرة على اتخاذ القرارات الصعبة ومقاومة الإغراءات اللحظية عشان توصل لهدفك على المدى الطويل. في الفيديو ده هنستكشف إيه هي قوة الإرادة دي بالظبط وإزاي بتشتغل في دماغنا، وهنعرف مع بعض 5 استراتيجيات عملية ومجربة لتقوية عزيمتك وتحويل أهدافك من مجرد أحلام إلى واقع ملموس. إيه هي قوة الإرادة دي بالظبط؟ وليه هي أهم مهارة في حياتك؟ قوة الإرادة هي قدرتك على التحكم في نفسك، سواء في أفكارك أو مشاعرك أو تصرفاتك، عشان تقدر تحقق أهدافك على المدى الطويل. هي المهارة اللي بتخليك تقول لأ لحاجة بتغريك دلوقتي عشان تقدر تقول نعم لحاجة أفضل في المستقبل. تخيل معايا إن قوة الإرادة دي هي البطارية اللي بتشغل أي قرار صعب بتاخده. العلماء بيشبهوا قوة الإرادة دي بالعضلة اللي ليها مصدر طاقة محدود. طول اليوم انت بتستخدم قوة الإرادة في حاجات كتير، وكل ما بتستخدمها في حاجة طاقتها بتقل. عشان كده بنلاقي إننا في آخر اليوم بعد ما طاقتنا بتخلص بنكون أكتر عرضة إننا نستسلم للإغراءات. وده بيوضح أهمية إننا نتعلم إزاي نقوي العضلة دي ونعيد شحنها. 5 استراتيجيات مجربة لتقوية عزيمتك. تمرين قوة الإرادة. في 5 حاجات أساسية ممكن تعملها عشان تقوي قوة إرادتك. ابدأ بمهام صغيرة وسهلة. تمرين العضلة الصغيرة. ما تحاولش تغير كل حياتك في يوم وليلة. لو هدفك إنك تقرأ 20 كتاب في السنة، ما تقولش هقرأ 10 صفحات كل يوم. ابدأ بهقرأ صفحة واحدة كل يوم. لما بتنجح في مهمة صغيرة وسهلة، ده بيديك دفعة من الثقة والإنجاز وبيقوي عضلة الإرادة عندك. مع الوقت هتلاقي إن صفحة واحدة بقت 5 صفحات وبعدها 10 صفحات. مثال، لو عايز تخس ابدأ بس بحمل على السكر من القهوة الصبح. لما تنجح فيها أسبوع ابدأ في خطوة تانية، خطط لتجنب الإغراءات. البيئة أهم من الإرادة. أفضل طريقة لتقوية الإرادة هي إنك ما تخليهاش تحتاج تشتغل أصلاً. مثال، لو عايز تبطل سهر، جهز سريرك ومخدتك ومية جنب السرير من بالليل. ده بيسهل عليك الالتزام. لو عايز تقلل استخدام الموبايل، شيل تطبيقات السوشيال ميديا من الصفحة الرئيسية وحطها في مجلد بعيد. كل خطوة زيادة هتاخدها عشان توصل للتطبيق هتخليك تفكر مرتين. ركز على هدف واحد في كل مرة. تجنب الاستنزاف. لما بتحاول تعمل أكتر من حاجة في نفس الوقت بتلاقي نفسك بتستهلك كل طاقتك بسرعة. نصيحة، ركز على عادة واحدة بس لمدة شهر كامل. لما تتقنها وتثبتها ابدأ في بناء العادة اللي بعدها. ده هيخليك تنجح في كل عادة على حدة ومش هتستهلك قوة إرادتك على الفاضي. نام كويس وخد وقت للراحة، إعادة شحن البطارية. مفيش حاجة بتدمر قوة الإرادة أكتر من الإرهاق وقلة النوم. لما بتكون مرهق دماغك بتكون أضعف في مقاومة الإغراءات. إيه الحل؟ نام من 7 ل 8 ساعات يومياً، وكمان خد فترات راحة قصيرة خلال اليوم. حتى 10 دقايق من التأمل أو المشي ممكن تشحن بطارية الإرادة بتاعتك تاني. الفكرة إنك تخطط مسبقاً إزاي هتتعامل مع المواقف الصعبة. مثال، بدل من هحاول ما أكلش حلويات في الشغل، لو لقيت حد بيقدم لي حلويات في الشغل إذن هقول شكراً أنا مش عايز وهقوم أجيب كوباية مية. مثال تاني، بدل من هذاكر نص ساعة كل يوم، لو وصلت البيت بعد الشغل إذن هقعد مباشرة على مكتبي وهفتح الكتاب لمدة 20 دقيقة. قوة الإرادة في إيدك. في النهاية قوة الإرادة مش حاجة بتتولد بيها، دي مهارة ممكن تتعلمها وتطورها زي أي مهارة تانية. ابدأ النهاردة بتطبيق خطوة واحدة من ال5 استراتيجيات اللي اتكلمنا عنها.
مش لازم تعمل كل حاجة مرة واحدة. تذكر دايماً الالتزام الصغير هو بداية الإنجاز الكبير. يا رب يكون الفيديو ده مفيد ليكم. لو عندكم أي استراتيجيات تانية لتقوية الإرادة شاركونا في التعليقات تحت. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان توصلكم فيديوهات تانية مفيدة. أشوفكم على خير في الفيديو الجاي.